ازيكم يا بنات؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير واحسن صحة واحسن حال. صلوا على الرسول. ويلا بينا نشوف وصفتنا النهاردة. هتتكلم عن الجبنة الحادقة وازاي نسقط الجبنة الحادقة بطريقة صحيحة، وكمان ازاي نحافظ على المش بتاعنا ما يدوتش وما يبص مننا. انا عاملة فيديو على القناة، هبقى اسيب لكم اللينك بتاعه ازاي تتخلصوا من دود المش بطريقة صحيحة وهتعجبكم ان شاء الله. اول حاجة كده زي ما انتوا شايفين، الجبنه بتاعتنا انت بتجيبيها ما بتغسلهاش خالص بميه زي ما بتجيبيها من الفلاحه. بتروحي عاملاها في الملح كده على طول، ما بتنفعش انها تتغسل بميه خالص يا بنات. اول حاجه بحط معلقتين من الشطه على كيس ملح ناعم، ويفضل يكون ملح خشن. لو ما عندكيش ملح خشن تمام، حطي ملح ناعم زي ما انا حاطه كده. طب انا الجبنه الحادقه بتاعتي حراقه ومش عايزه اكتر الشطه على الملح، وانا بلف بيها الجبنه، خلاص تمام هنحط ربع معلقه من الشطه او استغني عنها تماما. بس يفضل انك تحطي ربع معلقه كده على الملح عشان هي كويسه جدا للمش، وبتمنع الدود ان المش يعمل دود. زي ما انتوا شايفين انا هغلف الجبنه بتاعتي قطع قطع، يعني في ناس بترصها في قلب المصفى كده وتبدا ان هي ترش عليها الملح كده وخلاص، بيبقى الملح ما وصلش لكل الجبنه، وصل من على الوش بس، وبتبقى كده فيها ميه لسه، وهو ده السبب الرئيسي اللي بيخلي المش بتاعنا يدود ويبوظ. وكمان حاجة كمان ان انت بتحطي مخللات مع المش زي الخيار زي الزيتون وزي قشر الاستفندي والبرتقان، كل دي حاجات بتخلي المش بتاعنا يبوظ. طب انا لو عايزه اخلل يعني حاجات من دي، خد شويه مش في برطمان لوحده وابدأي خليلي الحاجات دي بس، ما تتحطش مع الجبنه. وبعدين الجبنه بتاعتنا ليها يوم لها شهر في السنه بتتسقط فيه، اللي هو ايه؟ اللي هو معاكي من شهر واحد عامة، يعني ايام الشتاء كلها تسقطي جبنة فيها، واحد واتنين وتلاتة تسقطي فيهم الجبنة، وكمان ممكن نص اربعة. بعد كده ما ينفعش تسقطي الجبنة غير في ايام الشتاء. لكن لو انت عايزه، انت بتتاجري وبتبيعي في الجبنة وعايزة تسقطي طول السنة، امشي على الخطوات اللي انا هقولك عليها، ان شاء الله هتبقى معاكي كويسة. بدأت زي ما انتوا شايفين كده، غلفت حتة حتة وحطيتها كده زي ما انتوا شايفين في مصفى كده، وبعدين حطيت طبق تحتيها عشان تنزل المية بتاعتها فيها. طيب الجبنة دي هتقعد معايا قد ايه في قلب المصفى كده تصفيها؟ هتقعد معاكي من 4 ايام ل3 ايام. طيب هتبوظ مني؟ احنا في طبعا هي كانت ايام شتاء ومش هتبوظ منك، ما تقلقيش. هبدأ اسيبها على الرخامة واغطيها كويس جدا عشان ما فيش اي حاجة تخش فيها ولا مية تيجي يمتها ولا اي حاجة، وهركنها كده لمدة 3 او 4 ايام. وبعد كده فتحت عليها زي ما انتوا شايفين بعد 3 او 4 ايام. هو الفيديو نازل متأخر شوية علشان خاطر انا مصوراه يعني بقالي فترة، بس هو كان في شهر 3 انا مسقطة الجبنة دي، فهو نازل بدري شوية. تمام، نازل قصدي متأخر شوية. طيب هقول لكم بقى على الطريقة ازاي ان انت تتخلصي من دود المش. اول حاجة هنجيب المش بتاعنا نصفيه، طبعا هينزل منه فتافيت جبنة والكلام دوت، مش مهم، استغني عنها وارميها، وتبدأي تصفي تاني بمصفى ضيقة. بعد ما تصفي بمصفى كبيرة نبدأ تاني نصفي بمصفى ضيقة، وبعدين هتبدأي تحطي تغليه على النار لغاية ما نقتل البكتيريا اللي فيه تماما. وبعد كده مش هتغليه يعني كتير، مدة 10 دقايق بالكتير قوي، وبعد كده هتطفي عليه وتسيبيه يبرد تماما. ايه المادة الحافظة اللي انا بحطها للمش بتاعي علشان خاطر ما يدوتش؟ بحط ورق لورا، وبحط كمون حصى، وبحط معلقة حلبة مرة. دي المادة الحافظة اللي بتتحط على المش بتاعي وبتحفظهولي، وهسيب لكم لينك الفيديو انا منزليه على القناه من 3 سنين. المش بتاعك هيفضل نضيف وما فيهوش ولا سوسه ولا دوده لو قعد كذا سنه. الشرش اللي بينزل من الجبنه دوت، لو انتي المش بتاعك تقيل شويه هتبداي تغلي الشرش دوت وتضيفيه على المش بتاعك. لو انتي المش بتاعك بيكون تقيل، او سواء لبن او شرش، بتعملي الطريقه دي لازم ينغلي كويس جدا عشان نقتل اي بكتيريا فيه. وانا بلزق كده زي ما انتوا شايفين ورقه بكتب عليها التاريخ
اللي انا مسقطه الجبنه فيه ده 1/3 بتاع السنه اللي فاتت. لو عجبكم الفيديو ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في